معايا سي او الشركه السعوديه خميس الباشا. النهارده جاي بيكلمنا عن هوايته اللي اصبحت دلوقتي احتراف، وهي هوايه الصيد. انت عارف يعني ايه تبات في البحر 3 ايام؟ بتجدد كل تفاصيل حياتك في 3 ايام. القضيه مش قضيه سمك. كلامك عن الهوايه دي خلاني انا نفسي ببتدي افكر في ان انا اخش في حتى بعد اللي حصل معاك النهارده؟ حتى بعد طالع النهارده ضيف لدى شخصيه عزيزه عليا جدا، حببتني في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. هو ما شاء الله دلوقتي كان هوايه قلبت معاه الاحتراف. معايا سي او الشركه السعوديه خميس الباشا. النهارده مش طالعين نتكلم عن سلعه او منتج، النهارده جاي بيكلمنا عن هوايته اللي اصبحت دلوقتي احتراف، وهي هوايه الصيد. اهلا بيك يا استاذ خميس. اهلا بيك يا استاذ عماد، وبشكرك طبعا على كل الكلام الجميل اللي انت قلته. لكن هي هوايه الصيد دي يعني مش عايز اقول لك من الحاجات اللي انت ما بتتحكمش فيها. انت بتخش هوايه الصيد لا ارادي تلاقي نفسك بتحبها. فعلا والله، يعني انت كلامك عن الهوايه دي خلاني انا نفسي ببتدي افكر في ان انا اخش في حتى بعد اللي حصل معاك النهارده. حتى بعد مش هسيح لك. عايز اقول لك دوار البحر يا جماعه الموضوع صعب جدا. لكن لا والله هي حاجه جميله، انا انبسطت جدا جدا جدا. انا عايز بقى اسالك اول سؤال، انت الموضوع ده بدأ معاك من امتى؟ الموضوع ده بدأ معايا تقريبا من حوالي 15 سنه. 15 سنه؟ عن طريق برضو صديق زي حضرتك كده. قال لي يعني ضغوطات الشغل والدنيا، تعال اطلع معانا رحله صيد. طلعت معاهم رحله، لقيت في حاجه في الهوايه دي، يعني انا حطيت ايدي على الهوايه دي. كل رحله انا تقريبا دلوقتي طلعت لي مثلا 500 رحله 1000 رحله، ما شاء الله. كل رحله مختلفه عن الثانيه، ما شاء الله. وده ما بيتوفرش في هوايات كتير. يعني دايما البحر مفاجآته ما بتنتهيش. دايما البحر كل مره بيحصل حاجه ما حصلتش معايا الرحله اللي قبلها. فان انت تشعر بالحنين للصيد، مكمن الكلام دوت ان انت دايما جاي من كل ما بتعمل حاجه بتلاقي اللي بعدها حاجه اجمل وحاجه اجمل وحاجه اجمل. لا جميل بصراحه والله، فعلا حاجه انا شايفها هايله. انا اول مره على فكره اخوض التجربه دي معاك، وسعيد بيها جدا جدا جدا. انا طول عمري شايف ان موضوع الصيد ده عباره عن صناره، حته غابه كده بنجيبها وواير وهوك وخلص الموضوع على كده. لا يا استاذ خميس ما شاء الله مفاجئني بامكانيات غير طبيعيه الموضوع ده، ومكلف يعني صارف ومكلف. قول لنا بقى، هقول لك ايه انواع العدد انواع العدد وموضوعها والكلام ده كله. موضوع مهم للي بيصطاد واللي بيتارجت السمك. لكن انت لما تقرب من الهوايه دي هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا. الطب النفسي نتيجه ضغوطات الحياه الكبيره اللي بيتعرض ليها الناس، بيقعد يقول لحضرتك التامل، تمرين الاسترخاء. تمرين الاسترخاء ده ان انت تاخد نفس، يكون مكان نظيف، مفيش صوت عربيات، مفيش عوادم، هتلاقي كل الشروط بتنطبق على البحر. فحضرتك مجرد ما بتطلع رحله صيد، القضيه مش قضيه سمك. القضيه هنا قضيه ان انت بتجدد كل تفاصيل حياتك في 3 ايام. انت عارف يعني ايه تبات في البحر 3 ايام؟ تبات في البحر 3 ايام يعني طول الوقت بتلاقي نفسك بتعمل كل التمارين اللي هم بيقولوا عليها، بتجدد طاقتك جامد جدا، بتحسم موضوعات حاسمه كنت محتاج هدوء عشان تركز فيها. يكفي بس ان انا اقول لك ان 3 ايام من غير نت. انت عارف يعني ايه 3 ايام من غير نت؟ والله النت لما يهجم عليك فاصل. بتستمتع بالطبيعه، بتستمتع بربنا سبحانه وتعالى، بعجيب خلق الله. بتستمتع بالبحر، بتستمتع بالجبال، بتستمتع حاجات كتيره جدا جدا جدا. انت في هوايه الصيد هتلاقي نفسك رايح لها برغم انها ملهاش علاقه بالسمك. احنا كل ده ما دخلناش في السمك ومتعه الصيد الحقيقي. لكن انت مجرد ما تقعد القعده اللي احنا قاعدين على المركب ده، بالمنظر اللي انت شايفه ده، بالهواء ده، بالنقاء ده، حدوته مختلفه. كم رحله صيد حتى الان؟ لا ما شاء الله رحلات الصيد كتيره، واماكن الصيد مختلفه.
لانك لا بتبدا بقى تتعلم الاحتراف، بتنتقل من يعني احنا هنا مثلا في العين السخنه، في العين السخنه دايما الحدوته هنا بتبقى سمك صغير وحاجه بسيطه وانت والولاد وخارجين بتقضي يوم جميل كده. الصياد المحترف لازم ينتقل من العين السخنه اللي هي تعتبر بالنسبه لنا الحضانه، يطلع بعد كده على الابتدائي اللي هو الغردقه، يطلع بعد كده على الاعدادي اللي هو مرسى علم وشرم اللولي، يطلع بعد كده على الثانوي والكليات اللي هي حماطه وشلاتين. ده بالظبط كده يعتبر تدريج الصيد. يعني ما يكون صياد النهارده بيقول لك انا رايح اصطاد في شلاتين، حضرتك يجب ان انت تعرف انه هيركب عربيته 13 ساعه وبعدين يخش البحر يقعد 6 ساعات جوه البحر، 6 ساعات بالمركب عبال ما ينزل اول خيط. الراجل ده بيستحمل 20 ساعه سفر، تفتكر عشان ايه؟ الا عشان متعه مش موجوده في حته تانيه. اكيد بيعلم الصبر. لا بص برضه قصه بيعلم الصبر دي، الكلام ده ممكن لو انت معدي مثلا على الدائري ولقيت ناس قاعدين جنب الجماعه بتوع حمص الشام وبيصطادوا. هنا الصيد مش فكره انه بيعلم الصبر، هنا الصيد فكره انه بيعلم كل تفاصيل الاداره. هو انت مفكر لما تقعد 3 ايام في البحر 10 ايام 10 افراد 10 افراد 3 ايام في البحر، مش دول لهم تغذيه معينه؟ طب الطعم اللي انت بتاخده مش ليه طريقه طعم معينه؟ طب اداره الرحله دي وتفاصيلها وحجوزاتها وافرادها وانهم يروحوا بالسلامه ويرجعوا بس. طب السمك ده مش ممكن يبوظ منهم لو ما اتلكش وما ترعاش بشكل صحيح؟ طب عشان ترجع بيه البيت. الاداره دي هي اهم من فكره ان الصيد بيعلم الصبر. الصيد بيعلم الصبر وانا قاعد كده، لكن انا بشوف الموضوع ده الصيد اعمق بالطريقه اللي احنا بنعمله بيها. الكلام مع الراجل ده في موضوع الصيد ما بيخلص. تابعونا ان شاء الله في حلقات تانية كتير هيتكلم فيها عن حاجات كتيره جدا، بصراحه مفاجئني بيها وزي ما هيفاجئكم بالظبط. عايز اقول على حاجه مهمه جدا، الاقتراح بتاع اسم الباشا صياد كان فكره استاذ عماد، وانا كنت بقول له انا عايز اقول بس انقل للناس تجاربي عن الصيد لان عندي فيديوهات مهمه جدا وخطيره جدا وحاجات حلوه قوي. فقال لي طيب هنعمل حاجه، فانا كنت بقول له مع الصياد. قال لي انت راجل باشا. قلت له يعني ايه؟ قال لي فعلا باشا. حبيبي رب. لا مش راجل باشا يعني مهم، انا راجل عادي جدا. قال لي باشا يعني انا اسمي خميس الباشا. قال لي خلاص احنا هنسميها الباشا صياد. فدي فكره استاذ عماد بشكره عليها، وان شاء الله يعني نقدم محتوى يكون بالنسبه لكم جديد ومختلف وما شفتوش في حته ثانيه. بالتوفيق ان شاء الله استاذ خميس، ومبدأه دايما اللي يشدنا يبقى